ليه بقى اللهجة الألمانية أهم بكتير جدا من اللغة الألمانية نفسها؟ تعال أقول لك على حاجة. بص يا معلم، في نقطة مهمة جدا انتوا كلكم فايتاكم، وعلى فكرة الناس قليلة جدا اللي بتعرف انها تتقنها وتبقى محترفة فيها وتعرف تسيب انطباع وامبريشن قوي على اللي قدامها، وهي اللهجة الألمانية. اللهجة الألمانية دي تعال نتكلم كده من الأول. مبدئيا اللهجة دي مختلفة جدا جدا جوه ألمانيا، يعني على حسب انت موجود فين، وعلى حسب انت في انهي حتة وفي انهي مدينة والجو ده كله. ده غير المدن، في كده زي قطاع اكبر من المدن وهو البوندسلاند. على حسب البوندسلاند، جوه البوندسلاند بيختلف اللهجات. طبعا كل ما تبعد كل ما الموضوع بيختلف تماما، بس انا اللي عايز اكلمك فيه ان اهمية اللهجة الالمانية والله العظيم اهم مليون مرة من انك تعرف تتقن اللغة بس. يعني مجرد اتقانك للغة دي الخطوة البدائية، دي اللي هي ايه ABC. دي بقى واللي بعديها دي بقى اللهجة الألمانية، دي اللي تاخدك في مكان تحس فيه انك انت خلاص بقيت منهم، ملك ومسيطر ومعلم عليهم. فاهم ازاي؟ فاللهجة الألمانية دي ناس كتير على فكرة بتقعد هنا بالعشرة وال15 سنة وبرضو ما بتعرفش انها يبقى عندها ايه، يعني مهارة اللسان في العوجة دي علشان تشبه نفس لهجة معينة. اختار لك لهجة. انا ما بقولكش تكون محترف في لهجات، لا لا لا، يعني مش مطلوب منك انك تعرف انك تنقل ما بين اللهجة والتانية والتالتة جوه ألمانيا، لا طبعا. بس انا بتكلم انك انت اختار اللهجة وحبها واديها كل مجهودك انك تتعلمها وخليك محترف فيها. ليه بقى؟ لان ده بيلعب دور مهم قوي في انك تعرف من الاخر تضحك عليهم، تعلم عليهم، تخدعهم بمهارتك. بتختلف جامد قوي على فكره، بتسيب امباكت، تاثير قوي جدا عليهم في المحادثه وفي الكلام، بيحس انك انت مش غريب عنه. وبعدين بينقل بقى الشفت والتركيز والاهميه من انك انت بني ادم وافد اجنبي الى انك انت واحد منا، فاهم دماغنا، فاهم طباعنا، فاهم اسلوبنا، فاهم امتى تيجي تتكلم وامتى ما تتكلمش، فاهم امتى تزود في الكلام وامتى تقف، فاهم تفاصيلنا وايه والعادات والتقاليد بتاعتنا سواء المانيا او اوروبا يعني. فبجد بيختلف قوي اهتمام الشخص قدامك. وعلى فكرة بتبقى معلم اكتر لو انت سبقته بحركة المانية هو يعني معتاد عليها. يعني هقول لك على موقف لسه حاصل فيا النهارده. على فكرة انا في فندق دلوقتي لان انا في سفرية، وقابلت حد ليه علاقه بالبيزنس بتاعنا وفي الشغل بتاعنا يعني. واول مش اول مره، لا كان تاني مره قابله يعني. فاول ما شافني اهلا ازيك عامل ايه ومش عامل ايه، احنا شفنا بعض السنه اللي فاتت. حاجه معينه لازم تعرفها كويس جدا، ان الالمان مش مهم بالنسبه لهم عامل السن. يعني انا ممكن يكون شكلي اهو بيبي فيس وصغير وعمري لا يتعدى ال 40 سنه، وهو يكون معدي فوق ال 55 وزايد، بس هو يشوفك انك انت ممكن تبقى احسن مني انا وانا هتعلم منك حاجه. مش بيحط فروقات، يعني مش بيبص لك بصه الاصغر مني، او انك انت لا يا حبيبي انت خبرتك اقل مني. مفيش الكلام ده خالص، بالعكس ده هو بيبص فيك انت بوتنشال، انت قدامك فرصه اتعلم منها حاجه جديده. ودي حاجه بتعجبني قوي فيهم. فالمهم قابلته وايه، واتقلبت اللهجه من هنا وقطعنا الموضوع، واستغرب قوي لهجتك جايه منين، هو انت اتعلمت فين، هو انت الفضول بتاعه ده كسر الحاجز اللي بينا وخلانا نخش فيه كلام عائلي. وهو اصلا الالماني عمره ما بيتكلم في العائلات، يعني عمره ما بيتكلم يقول لك انا عندي اطفال ولا مش اطفال، ما بيتكلمش كده خالص. فانا النهارده كانت بالنسبه لي تجربه جديده الصراحه. بيتكلم معايا في تفاصيل شخصيه، انا هو اللي بدأ، انا وقفته، ما رضيتش انا اشارك ايه تفاصيل الشخصيه، اديته انطباع يعني الماني اكتر ما هو اجنبي. مشي الحال، جينا واحنا طالعين يعني من المكتب او من الاجتماع اللي احنا كنا فيه، وخلاص كل واحد بقى المفروض هيروح دلوقتي رايح على المكان بتاعه او الفندق بتاعه. هو اللي جري ورايا وجه قال لي تعالى بقول لك ايه نتمشى مع بعض نطلع للمحطه. وقعد يتكلم يتكلم يتكلم، وفي الاخر قلت له طب انا طريقي كده، قال لي طب استنى هاجي معاك. واختلف الموضوع. وانا على فكره انا كنت بجرب، يعني انا بجرب حاجه جديده، بجرب اني اكون سابقهم في ان انا اقطع صله الكلام.
ودي كانت تجربه جديده قوي. بس بعد ما اديته زي ايه طعم كده الماني، حسسته ان انت منك وانا مني واحنا الاتنين في بعضينا. الراجل فعلا كان مستغرب جدا ان انا اصلا وافد واجنبي، وان انا عايش هنا بقالي كام سنه فقط لا غير، وكان في حاله ذهول يعني. ودي الحاجه اللي انا عايز اكلمها لكم النهارده يا جماعه. اللهجه بجد بتفرق. وده مش الوحيد بس على فكره اللي كان في الاجتماع اداني نفس الامبريشن ونفس رد الفعل. لا لا، كان في برضو اتنين في حالة المتفاجئين يعني. عارف كان رد فعلهم دايما متفاجئ. انا يعني بحاول احلل الامور، واقدر اقول لك ان اللهجة دي بتدي انطباع مختلف. لان هو حوالينا هنا في المانيا في اجانب كتير قوي بيتعلموا الماني. وعلى فكرة انا مش شاطر في الالماني، انا كويس في الالماني، بس في ناس اشطر مني بمليون مرة. في ناس عارفة كلمات وافعال وطريقة تعبير احسن مني مليون مرة. بس انا بحاول قد ما اقدر اني اركز واعمل بالانس ما بينهم، ما بين ان انا اتقن اللهجة نفسها وان انا اتقن اللغة نفسها. ودي الاتنين دول الكومبينيشن ده بيفرق جامد جدا. اللخبطه، البالانس، التوازن اللي بين الحاجتين دول بيفرق جامد جدا جدا جدا. وبيحسسهم انك انت خلاص انت جوه معاه في اللعبه، لدرجه ان هو بيسرح وبينسى بعد كده انك انت ممكن يسقط منك ايه كام معلومه كده، كلمه كلمتين انت مش فاهم هو عايز يقول ايه، او معنى او سن معين مش واصل لك، بيسقط. فبيتعامل معاك كانك انت الماني زيه او انت مقيم وعايش هنا. فاللي انا عايز اطلع اتكلم فيه النهارده يا جماعه، احنا ناس كتير قوي بقابلها هنا عمالين يذاكروا في اللغه، محسسين ان هم داخلين ثانويه عامه. الموضوع مش كده. انت بتتقن لغه، فانت لازم تبقى تعرف تتقنها بلسانك، بافعالك، بالتون بتاع اللغه، بطريقه عرضهم للكلام، ازاي هما بيتكلموا، وايه هي التعابير اللي بيستخدموها وامتى، ومش في اي وقت. واوزن الكلام واتقن نفس الصوت ونفس التون بتاع الاغنيه نفسها بتاعت اللغه. الموضوع ده بيفرق جامد جدا. يعني ما تستهونش بيه. ما تفتكرش ان ده مش هيلعب دور في انك انت مثلا تلاقي شغل ولا انك انت تبقى شاطر. بالعكس، هيفرق جامد جدا، لان هو من الاخر بايس بريكنج يعني بيكسر حاجز اللي هو ده اجنبي ووافد طب انا شاكك فيه، ده يمكن يكون مش كفء في اللغه ولا في الالماني. بالعكس، ده بيساعدك قوي انك تثبت انك انت بتلقط اللغه بسرعه، انك انت شاطر في التعليم، انك انت حاجات كتير قوي على فكره بياخدوا عليها انطباع جامد قوي. فركز على اللهجه، ما تركزش بس على اللغه. وبعدين بقى خد في مصيبه اكتر، انا بقابل ناس تركيزها على الشهاده بقى بس، عايز ياخد الشهادات العاليه وعايز يطلع في البي اينز والبيتس فاي ويطلع لفوق، وهو اصلا تيجي تتكلم معاه عادي بيتلخبط. بيتلخبط في اللغه، بيتلخبط في الجرامر، بيتهته. طب ما هو ده هيفيدك بايه؟ الحاجه اللي الناس كتيره مش عارفاها انك انت مطلوب في اللغه الالمانيه انك توصل لمستوى مقبول قانونيا وانت بتقدم في الاماكن، والباقي هو من مجهودك الشخصي. يعني كل ما انت هتبقى متقن اللغه اكتر، كل ما هتعرف تثبتهم كلهم وهم قاعدين قدامك في المقابله او مقابله الشغل او الانترفيو او واتس ايفر. فاتقانك للهجه بيغير مجرى انطباع اللي قدامك مليون مره عن انك انت تتكلم لهجه مكسره. بس ده مش معناه برضو ان اللي بيتكلم مقطع او بيتهته برضو هو في حاله مثلا في اوضه كده ضلمه مع نفسه. لا، انت اهم حاجه وهو كور الموضوع كله، الكور بتاعه انك تعرف توصل المعلومه. فلما تيجي تتعلم الالماني ركز على انك انت تعرف توصل المعلومه. عديت المرحله دي، اخدت شهاده بالالماني، حلو جدا. اتعلمت تتكلم بس مكسر مقطع، برافو عليك. وصلت المرحله بقى بي اينز وبيتس فاي، برضو برافو عليك. اقف بقى عند البيتس فاي وركز ان المرحله الاحترافيه هي ان اللهجه يتم اتقانها مع مساواه باللغه. اللي انا عايز اقوله لك ان ده هيفرق معاك بقى في الحته البروفيشنال بقى. انت ده المستوى الايه، مستوى الوحش. فاهم ازاي؟ مستوى الوحش انك تتقن اللهجه مع اللغه،
نقطة مهمة، مش شهادات بس، انت مش بتجمع في كروت. الشهادة حلوة في الورق، لكن الفرق في الكلام بيبان في المقابلة وفي الانترفيو، وساعتها بيبقى سهل قوي انك تاخد قرار اذا كنت عاين هذا الشخص ولا لا. عادي جدا، ما يهمني بايه ان انا بني ادم مكتوب عندي في الورق ان هو معاه شهادة سي اينز ولا سيتس فاي، بس هي اتكلم معاه مش هيعرف يتكلم. طب انا هاجي احطه قدام العملاء ولا الشغل بتاعي والناس اللي بيتكلموا الماني، ونضطر ان احنا نتكلم فخلش بقى وبروفيشنال، ومش هيعرف يتكلم. هقول لهم والله لحظه الراجل ده بيعرف يتكلم الماني كويس جدا، ده انا معاه شهاده ان هو اخد سي اينز. يفتح الله، اصل انت بتتكلم في لغه، انت مش انت بتتكلم في مهارات، فلازم المهاره دي تبان على طريقه كلامك مش مجرد في ورق. وعلى فكره هو الكلام ده برضو في الشغل، يعني حتى شهادات الوظائف والام بي اي والكلام ده كله. انا شخصيا عامل مقابله قبل كده لواحد كان اخد ام بي اي، والله العظيم ام بي اي في بزنس ادمنستريشن، وجينا دخلنا معاه المقابله وعملنا له مقابله، بلح، ما بصي ما جاش، ما ظهرش في الدنيا. ما تسالنيش ازاي، انا نفسي لغايه النهارده مش ناسيه، مع ان الكلام ده حصل من سنتين والله، بس مش ناسيه لانه فعلا كان ميحه. اللي هو في اخر المقابله انا قلت له سؤال، وما انت درست ايه في الام بي اي بتاعتك دي؟ قال لي لا احنا درسنا الاساسيات. واساسيات مين يا باشا؟ ام بي اي اللي انت. فالموضوع في الاخر هو مهاره، وده مرفضه على فكره، ما تعينش. بس اللي انا عايز اقول لك عليه ان الشهاده مش كل حاجه. الشهاده دي مجرد بس ان هي حلقه وصل تجيبك عندي او تجيبك عند الراجل اللي هيعينك في الشغل، وتقول اوكي ده ممكن يجي منه، تعالى بقى نقابله ونشوف بقى فاهم اللي هو ذاكره والشهادات اللي هو اخدها دي ولا بطيخة. نفس الموضوع في اللغة. اللغة عبارة عن مهارة في انك انت تعرف تعبر بيها عن كل حاجة في حياتك، حياتك الشخصية، حياتك العملية، شغلك، المواضيع اللي جوه الشغل نفسها اللي هي بتبقى صعبة جدا اتقانها. كل حاجة هي دي اللغة. اللغة مجرد عبارة عن تواصل. فانت يفتح الله لما تبقى اخد لي فيها شهادة بس مش عارف تعبر. والمرحلة اللي اجمد من كده بقى هي اللهجة. لما تعرف تعبر وبلهجة قريبة بالمصري، انت هتخش قلبي قوي، وهفتح لك دماغي قوي، وهطرطق لك وداني وهسمع وهقول ايه ده الواد ده برنس. لانك هتكسر حد كبير جدا في نظرتي ليك، وده انت محتاجه في المقابلة. وصدقني حتى الناس اللي شغالة هنا بقالها سنين لو بتسمع الفيديو ده برضو اللهجة هتفرق معاك، هتاخدك في ليفل تاني جوه في شغلك، هتاخدك في معاملة واسلوب ورد فعل من الجانب الألماني بشكل مختلف تماما. فركز في اللهجة، ركز في اللهجة، وركز انك تتقن الشيء مش مجرد بس انك تحفظه وتعرفه. الموضوع مش موضوع شهادات. اتقن لهجة الألماني زي ما انت بتحاول تتقن اللغة. اعمل بالانس ما بين الاتنين. وانا كده عملت اللي عليا وقلت لك خد بالك لو انت يهمك اتفرج على الفيديوهات بقى اللي جايه، وربنا يستر. هفتح كل مره كده الكاميرا ونرغي، وقول لي رايك في التعليقات ايه. ولو انت مش موافق على كلامي وشايف ان انا كلامي غلط يا سيدي، اكتب في التعليقات ونتناقش. واللي عنده تجربه هنا في المانيا في حاجه شبيهه من دي شاركنا برضو في التعليقات، سواء معايا او ضدي، مش هيفرق معايا. انا طالع اتكلم معاكم، ومن الاخر طالع اقول لكم تجاربي انا الشخصيه فعلا في الحياه هنا. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.